احنا لو كون جيت الناس كل تعرفوا انه السارق يقطع يده. إن قدوا نعملوا مؤسسه خاصه بمقاومه الفساد الان التوراه يوصي اليهود فيما بينهم ان يتسلفون الاموال بدون ربا والاغيار بالربا. الايه كما هكا موجوده، هذه ثابته معك، نجم انت تثبتها في جوجل تلقاها. اجا يا سارق او بالاحرى اجا يا فاسد، نتفقوا معاك، راهي الدوله تبارك ما فعلته، المهم تعطينا فلوس، هؤلاء لا يقبله العقل هذا. وله مستشارة روحانية خاصة به تقول له اذهب من هنا ومن هنا، فالآية في التوراة تقول كذا، أو الآية في الإنجيل تقول هذا كذا، أو في التلمود تقول كذا. الصورة المشهورة أمام جامع الزيتون وأنه يخلع السفسير على رأس امرأة، اتضح وأنها امرأة ليست مسلمة. حتى يدخل مثلا بوتين في حربه، أول ما توجه قال أنا سوف ألغي حكم المحكمة الأرثوذكسية الذي منعتني من إصدار صحيح البخاري الصحيح. إذا أردنا أن نفصل الدين عن الدولة فيجب أن نفصل الدولة عن الدين، لأن الدولة هي التي تستغل الدين. تنصيب ملك بريطانيا كله طقوس دينية. ترامب حينما أراد أن يعود رئيسا أخذ الخريطة وقال أرى وأن أرض إسرائيل أرض صغيرة ويجب توسعتها، وطبعا هو قال أنا أقوم بما جاء في الكتاب المقدس. فبما أن الربا يحكم العالم من خلال البنوك، فأن العالم يحكمه الدين ولا تحكمه لا السياسة ولا الديمقراطية ولا التاريخ. ولا نستطيع أن نلغي الدين أو نفصل الدين عن الدولة إلا بإلغاء الربا في هذه الدنيا، ولا سيادة للشعوب على أراضيها وعلى قراراتها إلا بإلغاء الربا. أوصى المسيحيين إن أشكل عليهم أمر في الأحوال الشخصية فليلتجئوا إلى الفقه الإسلامي. معك باش نحكيو على فكرة فصل الدين عن السلطة بين المجتمعات العربية، وخاصة المجتمعات أو الشعوب اللي تدعي أنه عندها الديمقراطية، والمجتمعات الغربية. هو الثابت على الأقل في التاريخ وأن الدين كمصطلح وكفعل إنساني وجد قبل ما يسمى السياسة والدولة والديمقراطية وكل هذه المصطلحات. وعلى هذا الأساس فإذا أردنا أن نفصل الدين عن الدولة فيجب أن نفصل الدولة عن الدين، لأن الدولة هي التي تستغل الدين. كان مثلا في تونس بورقيبة رحمه الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، ويقف هناك. والحمد لله لما كبرنا اكتشفنا وأنه لا يريد أن يقرأ البقية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله مثلا. فهنا يتضح استغلال الدولة للدين، وهو يتهم مثلا غيره باستغلال الدين، ولكن ثبت على الأقل في تاريخ تونس وأنه هو الذي يتستر بالدين ويستغل الدين لتمرير نفسه، حتى لا نقول لتمرير فكرة الدولة أو فكرة السلطة. ولذلك فإنه حتى وإن كان يصور بورقيبة رحمه الله على أنه انتصر على شيوخ جامع الزيتونة، فأن أولئك هم في الأساس ورثوا المشيخة، لم ينالوا المشيخة بامتحان، وقصتهم معروفة. على هذا الأساس هو لم ينتصر عن الدين وبالذات عن الإسلام. وحتى الصورة المشهورة أمام جامع الزيتونة وأنه يخلع السفسير على رأس امرأة، اتضح وأنها امرأة ليست مسلمة، وهي المنشاري، ومن لقبها ليست امرأة مسلمة، حتى لا نخوض في مسألة أخرى، حتى لا نحيد عن الطريق. وعلى هذا الأساس فإن الثابت في العالم أجمع وحتى الآن رأينا القوى العظمى كلها تعتمد الدين. حتى يدخل مثلا بوتين في حربه، أول ما توجه قال أنا سوف ألغي حكم المحكمة الأرثوذكسية الذي منعتني من إصدار صحيح البخاري الصحيح، حتى يكتسب تأييد العالم الإسلامي مثلا. هذه مرت على الناس مرور الكرام. وتنصيب ملك بريطانيا كله طقوس دينية. ناهيك على أخيرا، وهذه جديدة ياسر، وأنه ترامب حينما أراد أن يعود رئيسا
أخذ الخريطة وقال أرى وأن أرض إسرائيل أرض صغيرة ويجب توسعتها. وطبعا هو قال أنا أقوم بما جاء في الكتاب المقدس. إذن فهو تقدم بصفته رجل دين ويشجع، وله مستشارة روحانية خاصة به تقول له اذهب من هنا ومن هنا، فالآية في التوراة تقول كذا، أو الآية في الإنجيل تقول هذا كذا، أو في التلمود تقول كذا. وعلى هذا الأساس فأن الدين، وأختم هنا بأن من خلال وجود الربا الذي هو مؤصل في التوراة وكان مؤصل في تاريخ الإنسانية ما قبل التوراة، وألغي ذلك ونسي ويعني تجاوزه الزمن وأصبح مؤصل في التوراة. فبما أن الربا يحكم العالم من خلال البنوك، فأن العالم يحكمه الدين ولا تحكمه لا السياسة ولا الديمقراطية ولا التاريخ. بتشريعات. وأنه في سفر التثنية نجم تدخل على جول وتجيبها وتلقى وأنه التوراة يوصي اليهود فيما بينهم أن يتسلفون الأموال بدون ربا والأغيار بالربا. الآية كما هكا موجودة، هذه ثابتة معك، نجم أنت تثبتها في جوجل تلقاها. إذن فالدين هو الحاكم في الدنيا وليست الديمقراطية هي الحاكمة في الدنيا. ولا نستطيع أن نلغي الدين أو نفصل الدين عن الدولة إلا بإلغاء الربا في هذه الدنيا. ولا سيادة للشعوب على أراضيها وعلى قراراتها إلا بإلغاء الربا. هذا طبعا يبقى حسب رأيي أنا. ترى أنه لازم نرجع للتشريعات الإسلام في علاقة بالسارق، في علاقة بالزنا وغيره، يعني من تلك التشريعات اللي موجودة في الإسلام. هو أنا يعني الأب شنودة الثالث في مصر قبل وفاته مثلا، وهي معقل من معاقل المسيحية الكبرى، أوصى المسيحيين إن أشكل عليهم أمر في الأحوال الشخصية فليلتجئوا إلى الفقه الإسلامي. هذا الأب شنودة وما أدراك. فما بالك أنت تسأل فيها هل نعود إلى ما جاء في الشرع الإسلامي؟ هو العالم الكل يرى وأنه أنت نفسك لكان تسرق شهريتك في الكار، ماذا بك اللي يسرقك تاكلها بسنيك مش تقص العيدة. ولكن قد يكون في زمان ما جاء سيدنا عمر ووجد جائع سرق فلم يقطع يده. فالفقه الإسلامي أنا أسميه تكنولوجيا العصر، إذن مواكب للزمان والمكان. احنا لو كون جيت الناس كل تعرفوا أنه السرق يقطع يده، نقدوا نعملوا مؤسسة خاصة بمقاومة الفساد الآن أو نعملوا معناتها مؤسسة كبيرة وفيها قضاة. إجا يا سارق أو بالأحرى إجا يا فاسد، نتفق معاك، رأي الدولة تبارك ما فعلته، المهم تعطينا فلوس، هو لا يقبله العقل هذا. إذن التشريعات الإسلامية هي الحل للإنسان بدون إطالة في الموضوع، والتاريخ أثبت ذلك. وأنا بديت لك برأيي معناتها الأب شنودة. أظن الأب شنودة يسمع له